السلام عليكم. دي الحلقة السابعة من سلسلة فك شفرة الدماغ. في الحلقة اللي فاتت اتفقنا إن خبطة المعلم وراها سنين خبرة وتأسيس، بس عشان توصل للخبرة دي لازم تصاحب الصعوبات وتفهم لغتها. النهاردة هنتكلم عن الشخص اللي نور العالم، مش بذكائه بس لكن بشفرة دماغه اللي ما كانتش بتعرف اليأس. هتكلم على توماس إديسون. قبل ما يخترع المصباح الكهربائي عمل أكتر من 1000 محاولة فاشلة. تخيل الرقم، 1000 مرة بيجرب مادة وتتحرق أو ما تنورش. لما سأله صحفي أنت ما أحبطتش بعد 1000 مرة فشل؟ رد إديسون بجملة غيرت مفهوم النجاح في العالم. قال له أنا ما فشلتش 1000 مرة، أنا اكتشفت 1000 طريقة ما بينورش بيها المصباح. إديسون ما كانش شايف الصعوبة سد مسدود، كان شايفها معلومة جديدة بتقربه من الحل الصح. كل مادة جربها وفشلت كانت بتفك حتة صغيرة من الشفرة لحد ما النور طلع في الآخر. عقلك بالظبط محتاج الصعوبات دي علشان ينور. لو الطريق كان سهل من أول مرة ما كانش إديسون اتعلم إزاي المصباح يقدر يعيش. الصعوبة اللي بتقابلها في حياتك مش إشارة توقف، دي إشارة تعلم، بتضخ الخبرة في طريقة تفكيرك. السهولة بتخلي العقل كسلان، لكن التحدي هو اللي بيجبره يبتكر ويطلع أحسن ما عنده. النجاح مش إنك أنت تمشي في الطريق اللي مفروش ورد، النجاح إنك تمشي وسط الشوك وتوصل. لما الدنيا تقفل في وشك افتكر إديسون، أنت مش بتفشل، أنت بتستبعد الطرق الغلط عشان توصل للطريق الصح. الصعوبة هي اللي بتدي لنجاحك وزن وقيمة ما بتروحش مع الزمن. بس بعد ما تنور حياتك وتنجح، ازاي تحمي نور النجاح ده من كلام الناس المحبط؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية، شفرة التعامل مع النقد. قولي في التعليقات ايه المحاولة اللي جربتها وفشلت فيها وقررت توقف؟ تفتكر لو كنت كملت كان ايه اللي هيتغير في حياتك؟ سلام.